صدرت بطولة للتاريخ على أرض الصداقة والسلام. عامر عبد الله المري معكم معلقا وواصفا على أحداث هذه المباراة قبل الأخيرة في هذه البطولة. المواجهة تجمع بين صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى. هذه الكرة ملعوبة للكويت أمام المرمى، دحام بيحاول ترجع الكرة وبتتخلص. يعني حقيقة لاعبي منتخب البحرين بشكل غريب في اللقطة الماضية توقف لينتظرون قرار من الحكم المساعد بخروج الكرة إلى رمي التماس. الكرة الآن ليوسف ناصر على الجهة اليسرى ملعوبة وعن 24. هذه الكرة ملعوبة بشكل جميل الكويت، دحام بيحاول لكن رجعت الكرة مرة ثانية لصالح المنتخب البحريني، تتحول أو للكويتي إلى ضربة ركنية أخرى. أنا جول وفعل وعزومة قوية. كرة ملعوبة عرضية ولكن بيسيطر عليها حارس المرمى محمد لطف الله، وخطأ يشير إليه حكم المباراة السيد ستيفن كوفاكس. انتبهوا ترى هذا صاحب أسرع طرد في تاريخ كأس أوروبا في 22. أنتونين باراك لاعب منتخب تشيك أمام تركيا تم طرده من قبل حكم المباراة اللي أشهر في تلك المباراة 16 بطاقة صفراء وبطاقتين حمر، وهي أيضا تسجل رقم قياسي في تاريخ كأس الأمم الأوروبية. الكويت والدور نصف النهائي. طبعا أنا أنوه أن في بطولة 74 في الكويت وقيل في كل مكان في الكويت، في البحرين، في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في العراق، في اليمن، في الإمارات. سلامات 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 إن شاء الله للفنيني، وكلها مناطقنا وكلها مدننا جانب من الجماهير الكويتية. الجماهير الكويتية لما توقفت الأنشطة في الكويت فترة كنا نشاهد جماهير الكويت تتواجد وين؟ في الشامبيونز ليج الأوروبي، في كاس أوروبا، حتى في الليبرتادورس وصلوا الكويتيين عشاق كرة قدم حقيقيين كيف ما يحبون كرة القدم. وبلادهم قدمت جاسم يعقوب، وبلادهم قدمت فتحي كميل، وبلادهم قدمت الملا وقدمت البلوشي وقدمت فيصل الدخيل وقدمت العنبري والطرابلسي. كيف ما تحب الكويت؟ كيف جماهير الكويت لا ترتبط بكرة القدم ونجومها كان لهم بيان ما يشهد أهداف كثيرة. كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة من خالد إبراهيم الرشيدي ويحاول وحكم المباراة بعد ذلك يطلق صافرة معلن عن خطأ في مصلحة منتخب الكويت. كان في فترة من الفترات يعني طبعا تعرفون انه لعب في عجمان وفي العروبة في الامارات وقدم مستويات رائعة. بدأ في نادي الشباب البحريني وفي النجمة، وبعد النجمة منو كان يتفاوض وياه وجابه وجلس معاه على اساس انه يروح يلعب في نادي الرفاع الكابتن رياض الذوادي. لكن علي مدن كثير الجماهير الكويتية الان مرهون على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة، مرهون المنتخب البحريني من مسافة بيلعبها، الكرة بيتغير اتجاهها، ما زالت قائمة ولكن تبعد. يا سلام على هذه القتالية من لاعبين المنتخبين. الآن تآزر رغم ان الهجمة للبحرين. كرة ملعوبة عالية عرضية امام المرمى، الرشيدي بيخلصها. ترجع الكرة مرة ثانية على الجهة اليسرى لشمسان، شمسان وإلى ركنية أخرى أيضا للمنتخب البحرين. صانع أول أهدافهم في البطولة بيلعبها، الكرة بتتخلص إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. صلوا على النبي، صلوا على النبي. شو اللي صار في اللقطة الماضية؟ كوفاكس ومعاه الفار. المباراة الأولى شهدت بطاقة طرد المنذر العلوي وطرد عبد الإله هوساوي، علي مدن والرشيدي. أعتقد أنها راح تلتقي بالبطاقة الحمراء. كلاكما خبرة. أتوقع كل واحد بياخذ له بطاقة صفراء. وهدوا يا كباتن الرشيدي وعلي مدن. بطولة
فيها تنافس شريف، فيها عمل كبير، فيها رد على كل مشكك عن جدوى دورات الخليج. هذه دورتنا، هذه بطولتنا. سجلوا أهداف المنتخب الكويتي، ويوسف أمين سجل للمنتخب البحريني في تلك المباراة. هذه خطرة أمام المرمى. الله، امباسيبل مرهون وهدف البحرين. فرصة البحرين. من هو قلب الأسد في اللقطة الماضية؟ مرهون لحميدان، الرشيدي يخلص، مرهون لعبها، الهاجري رايتك بيضة يا الهاجري. في اللقطة الماضية يبعد هدف محقق. حمدان بداية الإصابة من بداية البطولة. كرة ملعوبة للبحرين داخل منطقة الجزاء، حميدان بيمشيها. علي مدن حتى الآن لم يظهر. علي يسيطر عليها الآن، علي هاتخذ كرة لشمسان، عرضية الطاير لا زالت قائمة. الرشيدي بقبضة اليد يخلصها وابعدت الآن. هذا ما يبحث عنه الأزرق، لكن الفليني محمد بمشيها حلوة. كرة ليوسف ناصر في مكان سليم. يوسف بيحاول، الهداف الخبرة لعبها لمعاذ. عرضية أمام المرمى، ولكن الكرة تبعد من دفاع البحرين. كانت مباغتة من للصيمع، وبالتالي ضربة حرة الآن مباشرة أو إيقاف اللعب بداعي إصابة محمد دحام. ألف سلامة إن شاء الله. أنا كويتي، أنا هذه بصوت عبد الله رويشد في افتتاح كأس الخليج العاشرة. الله يعطيه قوية، عزومة قوية الكويتي، وبالتالي ضربة حرة مباشرة. شايف معاذ هني سوى لقطة كانت مباغتة، لكن بسبب هذه اللقطة المباغتة واللي ما كانت روتينية مثلت خطورة على مرمى المنتخب البحريني، مع وجود شك بأن الكرة تجاوزت خط في الميدان للبحرين. آخر كرة مرهون يطالب بشيء في اللقطة الماضية، لكن العنزي خلصها وعدت إلى خارج الملعب. شوط أول في طريقه إلى أن ينتهي بالتعادل بدون أهداف، نتيجة منطقية وعادلة لشوط فيه التحفظ بشكل كبير جدا، والمباراة ستستمر على هذا المنوال حتى يسجل أي من الفريقين أو نذهب إلى الأشواط الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح. ستيفن كوفاكس يطلق صفرة مع نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل، وسيتواصل بإذن الله تعالى اللقاء. تحياتي عامر عبد الله معكم معلقا وواصفا لأحداث هذه القمة التي تجمع بين أزرق وبين الأسود. أمامية لكنها بتتخلص للهاجري، كرة ملعوبة حلوة في عرضة. كرة مرهون كانت رهن الإشارة كادت أن تفرح جماهير البحرين في اللقطة الماضية. الله على تمريرة مدن، والله على انسيابية وعلي مرهون في استقبال الكرة، وبعد ذلك التسديد والعارضة تمنع هدف بحريني. لامست العارضة وعادت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح المنتخب. سلطان تحت الضغط، رجعت الكرة مرة ثانية. محمد الحربي فاول خطأ ضد مادي عبد الجبار. عنده بطاقة طرد وبطاقة حمراء لعبد الجبار. الذي يصل لمباراته السابعة في تاريخ دورات الخليج كأكثر حكم في تاريخ هذه البطولة إدارة للمباريات. إذن بطاقة صفراء ثانية. الدور نصف النهائي يشهد 3 بطاقات حمراء. مستحق اللقطة الماضية يا مهدي عبد الجبار، وبالتالي البحرين الآن منقوص العدد. هذا لا مو بنواف الخالد نواف أحد الحراس الكبار اللي مروا على الكرة الكويتية، خالد الرشيدي. إدراجان الآن
يفقد اسم مهم جدا في صناعة فكرة في أرضية الملعب. إذن هذا اللاعب مهدي عبد الجبار كلاهما اليوم توهق في مواجهة الآخر. هذه كرة أمامية للعوضي أمام المرمى، إلى ضربة ركنية. العوضي عيونه تقول عيون سلمان العوضي تقول أبغي ركلة جزاء. هل فيها شيء؟ هل يتدخل الفار؟ الكويت كلها باستاذ جابر الأحمد تبغي تضغط على حكم المباراة. لم يلمس الكرة الخلاصي ومو هو اللي خلصها. وهل يخلص من هذا الموقف الصعب؟ ضربة ركنية. لطف الله يقول هدوا وهيدوا، وضربة ركنية الآن. يحق البطاقة الصفراء، لكن من سيدير المباراة النهائية؟ اعتقد على الاسماء اللي موجوده ممكن. هذه كره امام المرمى، كودون يخطفها لولا خالد ابراهيم. المدافع خالد ابراهيم يدافع عن حظوظ المنتخب. عيد لعيب تراه فنان واشول موهوب. عيد يتقدم امام المرمى، رجعت وايضا بتبعد. حذاري اني لك من الناصحين من بطوله الاخطاء الفرديه. سلطان العنزي فاول وخطا ضده في اللقطه الماضيه. سلطان عنده بطاقة صفراء. هل نشهد البطاقة الحمراء أخرى في هذه المباراة؟ كوميل بيلعبها عالي وعرضية أمام المرمى. أحمر البحرين في خليج زين، كامل الوصف والزين. البحريني يتقدم، البحريني يسجل، البحريني يضع بصمة تلو البصمة. مرهون ومن راهن عليك. يا سلام أحمر البحرين الآن يتقدم بنعديه والحيام ومرهون، وفي سيناريو مجنون يعلنوا عن تقدم أحمر البحرين من أجل المباراة النهائية. الأحمر الآن يتقدم بأول أهداف المباراة. كرة بترجع مشري غنام، تقدم عرضية الطاير. الله لو يتع على اليسار غير يجي الملعب ضربة مرمى. في مباراة اليوم 60,122. الله 60,100. الدقائق الأخيرة علي خلف، علي يلعبها أمامية باتجاه الهجري، ولكن بيسيطر عليها محمد لطف الله. نصف نهائي الكويت فازت في الدورة اللي استضافتها في 74، توجت بطلة في دورة 90، توجت بطلة في دورة 2016 لم تفز باللقب، و2017 لم تفز باللقب، والآن ستكون لثالث مرة من أصل 5 مرات الكويت تستضيف الدورة ولا تفوز باللقب. في 2003 خليجي 16 تتخلص، ترجع حالة ارتباك. مهدي أمامية، مرهون، يا سلام للبحرين، عرضية، الكرة تتهيأ. الله قبل رأس السنة، مرهون، الكرة الماضية بيخلصها الرشيدي، سددها مرهون. أمامك يا الأزرق 5. هاي خليجي 26، خليجي 26، خليجي البحرين، خليجي زين، خليجي للون الأحمر منتخب البحرين. ألف مبروك لأكثر المنتخبات دلالا، لأكثر المنتخبات إمتاعا، لأكثر المنتخبات أداء في هذه البطولة. ابتسمت لك
لأنك تستحق يا أحمر البحرين. يا سلام يا سلام، ألف مبروك لدراجان، ألف مبروك لجماهير البحرين، لقيادة مملكة البحرين، لنجوم البحرين. البحرين دروس وعبر، البحرين فكر وفكر، البحرين عمل يذكر فيشكر. حي البحريني، حي البحريني، حي البحريني. وكبيرة يا البحرين بناسج وبلعبك وبتاريخك وبنجومك. ألف 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 مبروك لمنتخب